ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب والاشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتشجعونا باش نستمروا ونقدموا الأفضل بإذن الله. سلام الله على الحباب. ايوا، مستعدين تسربوا معايا خيوط حكاية هاد الليلة؟ على بركة الله. كان حتى كان الله في كل مكان، حتى كان الحبق والسوسان في حجر بين العدنان، عليه الصلاة والسلام. في واحد الزمان كانت العورة تخيط الكتان، والعرجة تنقز الحيطان، أما الطرشة تجيب الخبر فين ما كان. حتى كان في زمان بعيد مازال كيبيعوا ويشريوا في العبيد. حكايتنا هاد الليلة حكاية عجيبة غريبة، بطلها الخادم كافور. كافور يا سيادي كان معروف بالكذوب، كيكذب كذبة وحدة في العام، ولكن ماشي أي كذبة، كذبته تفرق الجماعة، تنوض الصداع وتشتت الشمل في ساعة. الخادم كافور كان اللي شراه يندم على النهار اللي تلاقى معاه، وفي نهار يا الحباب يرجعوا لمولاه. السيد اللي شراه قرر يبيعه، حيت عرف عيبه وما سلمش من كذوب كافور ومصايبه. دوخو بالكذوب، ما بقى عارف الطريق اللي غتديه من الطريق اللي غتجيبه. واحد النهار داه للسوق وقرر يبيعه، وقف وسط السوق وبدا يبرح ويقول: اسمعوني يا حضار يا اهل الدوار، شكون يشري مني هاد الخادم اللي من نهار شريته وانا نادم؟ سمعوني مزيان، من نهار شريته وانا نهدم. قرب منه واحد تاجر وقال لي: اشحال كطلب فيه؟ غير اللي بغيتي تعطيني فيه اعطيه، هذا راه هم وخا غير درهم. تعجب التاجر وقال لي: ياك لاباس، شنو دار قاع هاد الخادم من باس؟ وشنو ناقصو من دون الناس؟ هاد الخادم اسيدي كذاب كبير، ما كيعرف الشر من الخير، كيكذب كذبة وحدة في العام، كافية باش تقضي عليك وتجيب لك التمام. التاجر جاوبو: كذبة وحدة في العام هذا ما كان. التاجر جاتو كذبة وحدة في العام قليلة، معذور، ما كيعرفش كذوب كافور، حيت التاجر ماشي من القبيلة. وقرر باش يشريه وقال مع بالو: شحال زاد فيه هاد الراجل؟ شكون فينا اللي ما يكذبش كذبة وحدة في العام؟ هواني تلقى كذوبو بالعرام. وبقى فيه الخادم وشراه وداه معاه، تهلا فيه وكساه، وحسبو واحد منهم، حتى ولا بحال خيالو، وفين ما مشى يديه معاه. دازت الايام وهما على هاد الحال، حتى كمل عام بالحساب. الخادم كافور دار الصواب وما كذب دا كذبة داك العام، حيت عجبو المقام وخير التاجر مغرقو من ساسو لراسو. قال الخادم في خاطرو: اصرف فيا غير الخير، نزيد نصبر شوية، ما جاتش ندير معاه فعيل ولاد الحرام في نفس العام. دازت ليام والتاجر تجارته كبرات ورزقه زاد ولا من أغنياء البلاد. واحد النهار قرر يدير عراضة كبيرة في الجنان ديالو اللي خارج القبيلة، وجمع قاع صحابو التجار ودا معاه الخادم كافور. ايوا جلس التاجر مع صحابو مقصرين ضاحكين ناشطين، وكافور تا هو ما مخلي من جهدو يتسارع عليهم ويشوف اش خصهم ويتسخر
ياكل ويشرب ويضحك معاهم حتى تناصف النهار. سالت المونة، والتاجر معروف بالكرم ديالو، خاص كل شي ياكل ويشرب ويتبرع وما تخصهم حتى حاجة. عيط التاجر على الخادم كافور وقال لي: اسمع مزيان اش غنقول لك، غتمشي للقبيلة عند لالاك تقول ليها تقول الخدام يطيبوا الماكلة على الشكال والنواع، وبقى تما تسنى حتى توجد، هزها على العود ورجع قبل ما يطيح الظلام، وما تعطلش راه انت اللي غتلعب. قال لي الخادم كافور: هي الاولى نعم سيدي. ركب كافور على العود وشا طريق القبيلة، وهو غادي بدا كيقول مع راسو: صبرت بزاف تا ما بقيتش قادر نصبر، خصني نكذب، صافي غنكذب اليوم، غير شي كذيبه صغيره واللي ليها ليها. بقى غادي يا الحباب توصل القبيله، وقطع حوايجو وتمرمغ مزيان في التراب، وزاد شويه تقرب لدار التاجر وعطاها الغوات والبكا، جوج دموع العين، كيغوت على حر جهدو ويقول: عتقوني عتقوني يا عباد الله عتقوني. تجمعوا ناس القبيلة وسولوه: مالك كافور، شواقع ليك؟ ياك ما تلقاو لك القطاطعية في الطريق؟ وبقى كافور كيبكي وتمرغ. مرات التاجر سمعاتو هي وبناتو، من صوت كافور عرفاتو وخرجت كتجري، لقات كافور في داك الحالة وسولاتو: مالك ادوي كافور، ركابية بالخلعة فشلو عليا، واش سيدك لاباس عليه؟ هدر. كاريتا لالا كاريتا، مصيبة وطاحت علينا. سيدي يا لالا مرات سيدي كان ناشط فرحان مع صحابه مقصرين وضاحكين، وما كانوش عارفين باللي متكين على حيط راشي، راب عليهم قتلهم كاملين لالا، ايه قتلهم كاملين. انا فاش شفت ديك المصيبه ركبت على عود سيدي وجيت كان جري نقولها لكم. بنات التاجر بداو يطيحوا وينوضوا بالبكا والغوات، ومراته ما صبرات، دخلت لدارها بدات تغوت وتهرس في الماعن والآتات، ما خلت حتى حاجه صالحه في الدار. وفاش تغلبات عيطت على كافور يعاونها على خراب دارها. كافور عجبو الحال، فاش شاف الدار ولات خربة، وملي بردات وتهدنات مشات نوضات بناتها وقالت للخادم كافور: يلا نوض زيد قدامي وريني فين مات سيدك. كافور ركب على العود وزاد قدامهم وهو كيبكي ويقول: الله الله على سيدي، الله على سيدي ما يستاهل هاد الموتة المعذبة، يا ربي شهاد المصيبة. ومراته وبناته وناس القبيلة تابعينه موراه وكيبكيو. بقاو غاديين يا الحباب على هاد الحال. شوية قرب راجل من القبيلة لمرات التاجر وقال ليها: وخاصنا نعلمو الوالي على الأقل يصيفط معانا الرجال اللي يحفروا على المراحيم ويجبدوهم من تحت الردم. مرات التاجر قالت ليه: ايه كلامك معقول، الله يجازيك بالخير، انا غير سمعت الخبار وتلفت ما بقيت عارفه اش ندير. وتوجهوا ناس القبيله مع مرات التاجر وبناته عند الوالي. اما الخادم كافور بقى غادي قاصد سيدو يا الحباب، وهو غير ما زيد في البكا والغوات حتى وصل للجنان. شافوا التاجر من بعيد وجمع الوقفة هو وصحابه وسولوه: مالك ودي شواقع، اش من مصيبة هادي جايب ليا ياك لاباس؟ جاوبو كافور وهو كيتنخصص: هادشي ما فيه ما يتعاود سيدي،
دارك مولاي، غير فاش وصلت ليها لقيتها خراب في خراب، غير الحجر والتراب، ما بقى فيها لا حيط صحيح ولا باب. رابت رابت على مراتك وبناتك وحتى البهيم والخدم، كل شي مات وغبر تحت الردم. التاجر مسكين غير سمع هاد الخبار وفشلوا عليه ركابيه، وقفوه غير الناس اللي دايرين بيه، صبروه وسكتوه وتماو غاديين قاصدين القبيلة. التاجر كيولول ويبكي ومولف على غادي حداه. التاجر سول كافور وهو كيشهق بالبكا، بنتي الصغيرة حتى هي ماتت. ايه مولاي، ماتت وشبعت موت مسكينة. الله يا رب الله شهاد الخبار على مرتي ووليداتي. بقاو غاديين والتاجر كل شوية يفشل ويطيح، ويعاودوا صحابو يوقفوه ويساندوه ويواسيو فيه. وهما على هاد الحال يا الحباب بانوا ليه شي ناس جايين من بعيد، وقدامهم مرا وبناتها، وبقاو يقربوا حتى بان ليه خيال مرتو وبناتو. شدها بجرية يا سيادي يطيح وينود بالفرحة. توصل عندهم عنق مرتو وبناتو وبدا يبكي ويقول ليهم الحمد لله على سلامتكم، حمدتك يا ربي وشكرتك. واش ما وقع لكم والو بنياتي؟ الحمد لله خرجتوا لي سالمين من تحت الدار اللي رابت عليكم، والباقي ماشي مهم يتعوض. قولوا لي واش الخدم ساكن تا هما تعتقوا وخرجوا؟ ومراتو غير حالة فمها ما فاهمة والو. قالت ليه ايش من دار رابت علينا؟ قول لينا انت كي بقيتي وياك ما تأديتي من الحيط اللي طاح عليك انت وصحابك. الحمد لله اللي نجاك لينا، والله جازي اللي عتقكم وخرجكم من تحت الردم، غنعطيه اللي يغنيه. وبناتو يا الحباب يتعلقوا في باهم ويعنقوا فيه. التاجر قال ليها ايش من حيط طاح علينا؟ علاش كتهضروا؟ شكون قال لكم هاد الكذوب؟ قالت ليه مرتو الخديديم المنحوس كافور. علاه شكون قال لك انت الدار رابت علينا؟ قالها لي كافور. هنا عرف التاجر باللي عيب الخادم بان، ووقت الكذبة ديال العام وصلت. شاف الخادم وقال لي اش بغيتي عندنا؟ صرفنا فيك غير الخير، ولكن والله لا بقات فيك، اليوم نرد لك ظهرك رطب من كرشك. جاوبو الخادم كافور وهو كيموت بالضحك ما تقدرش تمس حتى شعره فيا، ولا تقيسني ولا تقرب ليا. الناس تاع القبيله بقاو كيتعجبوا مصدومين. هو يقول ليه التاجر وعلاش بالسلامه؟ اش غيحبسني عليك؟ قال ليه الخادم راك شريتيني يا مولاي وانت عارف عيبي وباللي كنكذب كذبه وحده في العام، وهاد الشي اللي درت اليوم راه غير نص كذيبه صغيره وما كملتها كاع، ولكن غير يكمل العام نكمل عليها. قال ليه التاجر كيفاش؟ هادي غير نص كذبه؟ ايوا كون كذبتي كذبه كامله كون متنا بصح نيت. الله يخليها قاعده، سير غبر عليا كمارتك، من اليوم راك حر طليق، شهدوا الناس انا اعتقت لوجه الله، ما يتباع ما يتشرى، وشنو ذنب الناس نبيعوه ويشريه ويتبلاو بيه؟ قال ليه الخادم لا واه سيدي، انا ما كان عرف ندير تا حرفه من غير هادي. جاوبو التاجر صافي غنقتلك ونهني الناس من كذوبك وشرك. قال ليه كافور وهو كيضحك انت هادي ما تقدرش تديرها سيدي، حيت ملي شريتيني راه كل شي تكتب في العقد، وهاد الشي تا هو
وشهادة الوالي عندي. معدي فين غادي نمشي وما تقدرش تأذيني، انت قبلتيني بعيبي، ومادام خفتي على الناس من كذوبي وما بغيتيش تبيعني، اذا انت اللي غتقبل عليا حياتي كامله. التاجر يا الحباب كتم غيظو والغضب ديالو، وعنق ولادو ومرتو وتما وغادي لقبيلتهم. الخادم كافور تابعهم بحال ما داير والو. وصلوا لدار التاجر، ابقى غير كيشوف الدار سفاها على علاها، كل شي مهرس ومدقدق. الحاصل الدار ولات خربة. التاجر قال: الله يا رب الله، الله على داري، شكون دار هادشي، شكون دار هادشي؟ قالت ليه مراته هي كتخنزر في الخادم: انا راجلي العزيز، ملي سمعتك متي ما بقيتش عارفه اش كندير، واللي لقيتها قدامي ندقدقها. انا اللي خربت ظهري ومن سقوعيطي عيطت على الخديديم المنحوس يعاوني، تا ما خليت فيها تمعن صحيح غير التراب والريح. قال التاجر للخادم: هادي غير نص كذبه، اما كون كذبتيها كامله اعلم الله شكان غيوقع. نطقات ليه مراته: كان غينوض الحرب في القبيله، كان غينوض الحرب في القبيله سيدي وتجيه قليله. ابدا التاجر كيضحك وخا مفقوس، وكاع ناس القبيله شداتهم الضحكه، حتى الخادم كافور ميت بالضحك، وهو كيقول في بالو: غير ضحكوا زيدوا ضحكوا، هادي غير نص كديبه صغيره فشلت ليكم الركابي وريبت ليكم الدار، اما فاش نكمل عليها من كترة المصايب القبايل الاخرين غتوصلهم الخبر. وهكذا يا الحباب سالت حكايتنا، ومشات حكايتي من واد لواد ومن بلاد لبلاد، يعاودوها الجدود للصبية والحفاد. تصبحوا على خير.